هلا شلونكم بنات؟ اخباركم ان شاء الله يا رب كلكم خير وصحة وعافية. اليوم حبيت اشارك وياكم المواد الغذائية اللي اشتريها دائما من والمارت، وطبعا هي متوفرة بالمحلات العربية لكن بسعر اغلى، فمتأكدة راح تستفادون هواي من الفيديو، راح تحبونه. لا تنسوني باللايك ويلا نبدي بالفيديو. وركزت بنات بالفيديو على الشغلات اللي راح نحتاجها هواية برمضان إن شاء الله، فاعتبروها جولة تسوق للمواد الغذائية اللي نحتاجها برمضان. أول شي طبعا هاي الماجي، مكعبات الماجي بالدجاج أو باللحم أو بالخضار، هاي أبدا ما نستغني عنها، نخليها للشوربات، مرات للتبسي، نوع معين من المرق، يعني هواية نحتاجها. وهذا أكيد بسكت ماري بنات، هذا اكتشفته مؤخرا، هذا بسكت ماري السادة اللي احنا دائما نستخدمه بالحلويات، وتلقوه بنات موجود بصفحة المنتجات المكسيكية. بالنسبة لهذا الخبز، هذا الخبز خبز التورتيلا، طبعا اكو من عنده احجام، هذا الحجم الصغير بقد كف الايد، واكو الاحجام الكبيرة مثلا تسويها على شاورما دجاج لحم وبعدين تكبسيها ولا اروع منها. وطبعا يجي على نوعين، اكو بالطحين الابيض واكو بطحين الذرة. هذا شوفوا بنات يلو كورن تورتيلا، يعني هذا بطحين الذرة، يعني لا يسمن ولا ينفخ ولا ابد، يعني تقدرين تاكلينه وانتي مطمنة وتسوينه حشوات مختلفة. هي هنا الفكرة، يعني هذا حجم التورتيلا الصغار تقدرين تحشينه اي حشوة، بدل ما تسوين عجينة وتتعبين، واحنا برمضان تعبانين ونريد شغلات سهلة وبسيطة. ناخذ من هذا الخبز وتحشينه اي حشوات، وبعدين يا اما تقلينه او تسوينه بالاير فراير، يعني براحتك. فهذا الخبز بنات أنصحكم تاخذون من عنده برمضان، لأن فعلا هواية راح يفيدكم، وأنا بصراحة بالأيام العادية أو برمضان أبدا ما أستغني عنه. والحلو بيه إنه خفيف، يعني يتكسب بسهولة وطيب، طعمه طيب. وتلقون هنا هم بنات البساكت هاي السادة، هاي مال حلويات. شوفوا بنات، هاي صفحة المنتجات العربية مكتوب عليها زياد، إذا تشوفوها هنا كل الشغلات العربية مخصصين لها سكشن بوحدة بولمارت. شوفوا بنات، كل هالشغلات العربية اللي تلقوها بالمحلات العربية مخليها هنا بولمارت، ماي الورد، دبس الرمان، الراشي، الحليب، الطحينة، بعض البهارات، الحبوب، البقوليات، يعني هواية شغلات. هاي دائما أنا أستخدمها للكليتشة، فشي يجنن. وهاي المقبلات، الحمص. شوفوا بنات، هاي دائما انا اخذ من عندها، هي حمص بطحينة مكتوب عليها، يعني كاملة، بس انتي تضيفي لها بعض الاضافات، مثل تضيفي لها ملعقة روبة، فص ثوم، ملعقة راشي، يعني انتي حسب الكمية. ويم السكشن العربي سكشن المنتجات الصينية، طبعا همينا عندهم شغلات طيبة وحلوة. هاي الصلصات هواية استخدمها، مثلا من تسوين سكالوب دجاج، قطع دجاج مقلية، او الأجنحة السبايسي، او بصلصات الترياكي او غيرها، يعني كلش طيبة، يعني تضيف طعم جديد للأكل. وهاي هنا أنواع النودلز موجودة. وبالنسبة للمعكرونة والسباغيتي واللازانيا، اكو نوعين، نوعية ماركة والمارت اللي هي جريت فاليو، هاي طيبة وزينة، بس شوي تاخذ وقت اطول على النار. بالنسبة للنوعية الثانية اللي هي باريلا، هاي روعة، انا هاي دائما استخدمها، لانه طيبة وترفة وما تاخذ وقت على النار، يعني اقل من 5 دقائق تكون المعكرونة جاهزة. واكو من عندها انواع واشكال واحجام مختلفة، وأسعارها جدا مناسبة. هسه نجي للصلصات الحمراء، ولا أروع من عندها، وما أقدر بصراحة أستغني عنها، الكل شي أستخدمها، بس بين فترة وفترة أغير النوعية، كلها هي طيبة حسب الإضافة اللي أنت تحبيها. أكو يضيفوا لها بصل، ثوم، أكو فطر، أكو مشكل بالخضار، واكو نوعيات يعني يكتبون عليها مثلا هاي شنو تستخدميها. هسه مثلا هاي مكتوب عليها باستا، يعني هاي تستخدميها للباستا، السباغيتي، هاي بالمشروم، بطعم او نكهة المشروم، اكو بالبصل، بالفلفل. اكو صلصات مكتوب عليها المن تستخدم للباستا، للبيتزا، واكو صلصات لاي شي تقدرين تستخدميها، مثل هاي شوفوا بنات، طبعا هاي الفاميلي سايز، هاي حجمها جدا كبير، هاي اسمها بريغو وراغو،
اثنينهم جدا طيبات، وتقدرين تضيفيها لأي شي، للباستا، للبيتزا، من تسوين تخلين على العجين وبعدين تضيفين الطبقات الثانية، من تسوين تمن أحمر، من تضيفين تبسي، أي تبسي انتي حابة، يعني تبسي باذنجان، دجاج، أي شي. طيبات بشكل ولونهم بنات أحمر أحمر، يعني كأنه ضايفة معجون. فهاي همينة أنصحكم تجربوها، ومنقذة بصراحة يعني لأي شي تضيفيها. هاي يا بنات الفريدو، هاي سعرها $1.74. هاي الفريدو للباستا البيضة ويا الفطور على الدجاج بالخضار، كلش طيبة هاي همينة. وطبعا وياها إضافات، هاي الجبن البارميزان، هذا اللي يكون جاف يعني، كلش طيب بارميزان. اكو يخلطون اكثر من نوعية جبن. هاي تضيفيها من تسوين فطاير، بيتزا، باستا. هاي نوعية كرافت، خالطين 3 أنواع من الجبن، فأنتي إذا حبيتي تجربين نوعية أو أكثر من نوع براحتك. وهنا بنات نجي الخبز المطحون، أبدا ما أستغني عنه. أكو خبز مطحون سادة مكتوب عليه، شوفوا بنات لي فوق بلين، أي شي بلين معناها بدون أي إضافة، سعره $1.77. وأكو ممزوج وياه بعض البهارات نفس السعر. هذا تقدرين تسوين عليه سكالوب لحم، سكالوب دجاج، هواية طيب، تضيفينه للبرجر. واكو نوعيات ثانية تكون مطحونة، يعني طحن طحن ناعم، يعني شلون الباودر. هاي النوعية الفوق هاي بصراحة ما مجربتها، دائما اخذ من هاي النوعية الثانية. نجي هسه للطحين. بنات هذا الطحين همينه من ماركة جريت فاليو، هذا سعره الكبير طبعا 3.98 سنت. هذا النوعية الثانية من جولد، هذا همينه روعة بشكل، وماكو أي فرق يعني بينهم، يمكن أقل من $1. يسوي الفطاير والمعجنات بيضة وطيبة وهشة. بس أنا بصراحة دائما أستخدم جريت فاليو. وأكيد رامن نودلز لازم تكون موجودة. بس طبعا أنا ما أشجع على استخدامها بكثرة. اللي اكتشفته مؤخرا بنات، شوفوا مكتوب عليها حلال، هاي بالدجاج وباللحم وبالخضار، كل الأنواع من رامن مكتوب عليها حلال. فاللي يحب يجيب من عندها طيبة، ويعني مرات واحد مو دائما يسويها. أنا بصراحة ما أشجع على يعني إنه واحد يشتريها بصورة دائمة. شوفوا بنات هاي النوع الثاني السبايسي، همينه مكتوب عليه حلال. نجي بعدين للإيج رول، هذا أبدا ما أستغني عنه، لا بالأيام العادية ولا أيام رمضان. ونقدر نحشيه حشوات مختلفة، بالخضار، باللحم، بالدجاج، طعمه ولا أروع. وبصراحة كل ما أسوي ضيوفي يسألوني شنو نوعية الخبز اللي تستخدميه. وسعره $2.68، سعره همينه مناسب. وهنا عندي نوعية جبن موزاريلا طيبة بشكل، هي متبلة طبعا وبزيت الزيتون، يا أما تضيفيها على سلطة العادية، أو تقدرين تسوين من عندها همينة سندويشات ويا خيار، طماطة، خضرة، وكوب شاي ولا أطيب منها. نجي لللبن أو الروبا، هاي روعة بنات، يعني كأنه تاكلين أو تشربين لبن عراقي، طيبة بشكل. اخذوها من جريت فاليو ومكتوب عليها بلين. واللي يحبون الجبن الكيري أنصحهم يستخدمون، يجربون هاي النوعية بدل الجبن الكيري. طيب بنات بشكل، يجي على 2، وأكو واحد، الاثنين سعره 3.18 سنت، والواحد 1.68. وطيب طعمه بشكل، تقدرين تستخدمينه للحلويات مثل التشيز كيك، للمعجنات، للفطاير، خلية النحل، للريوق، روعة. واكو النوعية الثانية اللي هو يكون سبريد، كريم تشيز سبريد، هذا مثل يعني تمسحينه على الساندويتش، على التوست، على البيجلز، روعة روعة بنات وطيب. ولهنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو، إن شاء الله حبيتوه. لا تنسون اللايك، وشيروا لكل خواتكم وصديقاتكم، خاصة الموجودات بأمريكا، حتى يستفادون. أحبكم هواي، ورمضان كريم.